السلام عليكم حبايبي. فلوج اليوم راح يكون عبارة عن أجزاء خلال سفرتي لروسيا. كل جزء راح أحكي بيه قصة صارت وياي هناك، وهذا أول جزء. حطوا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، تعليق حلو من عندكم، وخلونا نبدي بالجزء الأول. هنا جهزت غرفتي ونظفتها، وراح أودع هتلر، أوديه عند ناس يعتنون بيه لحد ما أرجع من السفر وأخذه من عندهم. اجا أخوي الكبير وتوجهنا للمطار بسيارة الوالد. بعد ما وصلنا للمطار وكملنا كل الإجراءات والتفتيش، نزلنا الجنط. فأخوي دا يودعنا، نزل من السيارة كانت مشتغلة. بعد ما ودعنا رجع للسيارة دا ياخذها، صعد واحد بمكانه، أخذ السيارة ومشى. وكل هاي الأحداث كانت بداخل المطار. اجا أخوي علينا قال إنه السيارة انباقت، فإحنا ظلينا مرتبكين، ظلينا حايرين وين راحت السيارة. نادوا على من سدوا طريق المطار، ظلوا يراقبون الطريق. السيارة ما طلعت من المطار. وين راحت السيارة؟ الناس كلها انخبصت، الأمن انخبصوا. السيارة بعد ما بينت بالكاميرات، وبعد بحث مطول طلع اللي ماخذ السيارة هو أصلا مسافر ويانا روسيا، وهو أصلا كان متوهم، ما ماخذ السيارة مالتنا وعايف سيارتهم، مو شخص بايقها للسيارة، ماخذها وحاطها بجراج المطار. بعد ما لقيناها اعتذر هذا الشخص، وبعد انتظار وهبطت ساعة كاملة توجهنا نسلم الجنط. وهذا كان أول موقف نمر بيه بهاي سفرتنا. السفرة مليانة مغامرات، وراح أنزل جزء بيهن. ترقبوا الآتي، ومع السلامة.